انضم إلينا بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. هنا نقدم لك العالم بين راحة يديك، وذلك بتخصصنا في مجال السياحة والسفر. تواصل معنا عبر الانستغرام وسناب شات لمتابعة المزيد. لا تنسى الاشتراك بقناة ترافلينج سعودي للسياحة مع عبد العزيز. في قلب شبه الجزيرة العربية تنتشر سلطنة عمان كوجهة سياحية متنوعة ومثيرة، تجمع بين الجمال الطبيعي والتراث الثقافي، مما يجعلها مقصداً للمسافرين من جميع أنحاء العالم. عمان العاصمة الساحلية تتميز بالهندسة المعمارية الإسلامية الرائعة والأسواق القديمة. تاريخها العريق يتجلى في قلاعها ومنازلها التقليدية. تعتبر السياحة الثقافية هي الأكثر شيوعاً في عمان. يمكن للزائرين استكشاف مواقع التراث العالمي المصنف من قبل اليونسكو. تتيح لك عمان فرصة متعددة لممارسة الأنشطة المختلفة مثل الصيد وركوب القوارب الشرعية. يمكن لمحبي البيئة الحيوانية مشاهدة السلاحف النادرة والدلافين والسباحة معها. وعندما تشعر بالجوع تستطيع الاستمتاع بأمسيات المقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى زيارة دار الأوبرا التي تعتبر الأولى في شبه الجزيرة العربية. من الشواطئ الرملية إلى الجبال الخضراء، عمان تستحق الاستكشاف والاستمتاع بتجربة سياحية لا تنسى. تتميز سلطنة عمان بوجود العديد من المساجد، حيث تجمع بين العناصر الكلاسيكية والعناصر الحديثة. يتميز جامع السلطان قابوس الأكبر الذي يمتد على مساحة تزيد عن 416 ألف متر مربع، كما يتسع إلى أكثر من 20 ألف مصلي، حيث يمكن أن يتسع لحوالي 8,000 شخص في الداخل و12 ألف شخص في الفناء الخارجي. يتفرد جامع السلطان قابوس بتصميمه الرائع، حيث يتزين جدرانه الرخامية البيضاء بالزخارف الفنية، وتتوجه الأعمدة الرخامية نحو السماء. يعد المحراب المزخرف والمضاء بأنوار الشموع من أبرز معالم الجامع، الذي يحتوي على ثرايا ضخمة تعد ثاني أكبر ثرايا بعد ثرايا جامع الشيخ زايد في أبو ظبي، يتجلى فيها الجمال الروحاني. عندما تزور جامع السلطان قابوس الأكبر ستشعر بالسكينة والإلهام. استمتع بالمشي في أروقته الرخامية واستمع إلى الأذان الذي يرفع من أبراجه. لا تفوت فرصة التقاط صور تذكارية أمام القبة الشاهقة، واستمتع بالمناظر الخلابة للمدينة من أعلى المآذن. كما يمكنك الاستمتاع بالحدائق الجميلة المحيطة بجامع السلطان قابوس والتمتع بالهدوء والسكينة في هذا المكان. زيارة جامع السلطان قابوس تعتبر تجربة ثقافية ودينية مميزة، تساهم في تعزيز التفاهم الثقافي بين الزوار والمجتمع المحلي. إنها فرصة لاستكشاف العمق الروحاني، فجامع السلطان قابوس يعد رمزاً للتسامح والتعايش السلمي في سلطنة عمان. ننتقل بعدها إلى الصحراء الحارقة، فتعتبر صحراء عمان واحدة من أكثر الوجهات جمالاً في العالم، حيث يوجد بين جمال الطبيعة الخلابة وما بين الشمس الحارقة متعة فريدة. تعد صحراء عمان مكاناً مميزاً للسياحة والتنوع الثقافي الشهير الذي يقدمه. يمكنك ممارسة العديد من الأنشطة المتنوعة في الصحراء كركوب الجمال، حيث يمكنك ممارسة الألعاب في الصحراء على ظهور هذه الحيوانات الواقفة. كما يمكنك أيضاً القيام برحلات تسلق الجبال والمشي لمسافات طويلة في المناطق البرية. بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضاً استكشاف المعابد والقلاع التاريخية التي تعود للعصور القديمة في صحراء عمان، واستكشاف الكهوف القديمة واستكشاف الجمال السحري لهذا العالم. إضافة إلى وجود أنشطة التزلج. نعم، فالتزلج لا يقتصر على الجليد، بل يمكنك التزلج على الرمال الذهبية كرمال طوق، وعيش شعور المتعة والإثارة الخاص بالتزلج على الرمال. كما يمكن للجمهور أن يشارك في تجارب الحياة الواقعية والاستمتاع في الحكايات التقليدية التي تحكي هذه الشعوب القديمة. تعتبر استكشافات الصحراء في سلطنة عمان من الأحداث الشهيرة التي يمكن القيام بها في عمان. يمكنك الاشتراك في رحلات برية، حيث يمكنك تجربة النوم في الخيام وتذوق الطعام الشهي التقليدي. نتحول بعدها إلى نقطة مميزة تهم أصحاب المشاريع، وهي مصافي تكرير النفط. تعد سلطنة عمان واحدة من الدول العربية الغنية بالنفط والغاز، وتمتلك العديد من المصافي النفطية التي تعد من أكبر مصادر الثروة في البلاد.
ورغم طبيعة الصناعة النفطية والتصنيعية في تلك المصافي، إلا أنها تعد موقعاً سياحياً مميزاً يجذب العديد من الزوار والسياح من داخل البلاد وخارجها. وتجذب مصافي النفط السياح إلى سلطنة عمان بسبب تأثيرها الاقتصادي الكبير على البلاد، مما يتيح لهم فرصة التعرف على كمية تكرير النفط والغاز من البداية وحتى النهاية. ومن خلال الجولات السياحية داخل المصافي يمكنك مشاهدة كيفية تصنيع المنتجات النفطية والمشتقات البترولية، والتعرف على الإنتاج التكنولوجي المستخدم في هذه الصناعات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك، تقدم مصافي النفط في عمان فرصة التعرف على التاريخ الصناعي للبلاد وكيفية تطور الصناعة النفطية عبر العصور، ويمكن زيارة المتاحف والمعارض التي تعرض التاريخ الصناعي والتقنيات المستخدمة في مصافي النفط، مما يؤدي إلى قيمة ثقافية وتعليمية لرحلتك السياحية. علاوة على ذلك، تعد مصافي النفط في عمان مكاناً مثالياً لتنظيم الفعاليات والمعارض الثقافية والتعليمية، فأنصح أصحاب المشاريع الكبيرة أن ينتهزوا فرصة زيارة مصافي النفط في سلطنة عمان. ننتقل بعدها إلى المدينة المائية التي تنسينا حر الصحراء ودخان المصافي، حيث تعتبر الأنشطة في هذه المدينة المائية من أهم الأنشطة التي يمكن للأفراد الاستمتاع بها، فهي توفر لهم العديد من الفرص للتسلية والترفيه كالمنزلقات المائية وألعاب مائية استثنائية مثل أكوالوب، وغيرها الكثير من الأنشطة التي تدفعك لتجربتها. وأبرز ما يميزها بأنها لا تقتصر على عمر أو سن معين، فيمكنك أن ترسم البهجة على وجوه أطفالك من خلال الدخول لتلك المدينة وتجربة الأنشطة هناك. أنصحك بعيش ذلك الشعور المميز هناك مع عائلتك، فهي تجربة عائلية بامتياز. في سلطنة عمان هناك العديد من الشلالات الجميلة التي يمكنك استكشافها. إليك بعض الشلالات السياحية المميزة في عمان. شلالات دربات تقع في وادي دربات بمنطقة صلالة، وهي واحدة من أجمل الأماكن السياحية في المنطقة. يمكنك الاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الفريدة والبديعة. هناك يمكنك الابتعاد عن صخب الحياة وتأمل رؤية إبداع الخالق. هذه هي سلطنة عمان، الوجهة التي لها طابع سياحي خاص، فاستطاعت أن تقدم لك تجربة سياحية متنوعة على جميع الأصعدة الروحانية والتجارية والثقافية والدينية. الجبل الأخضر هو جبل يقع في سلطنة عمان في ولاية نزوة، وهي جزء من سلسلة جبال الحجر. ويشتهر الجبل الأخضر بتنوع منتجاته الزراعية كالفاكهة والزهور والرمان والخوخ والمشمش واللوز والجوز، ويبلغ ارتفاعه 3000 متر، ويوافد السياح بكثرة على المنطقة، وخاصة في أواخر شهر أكتوبر الذي يزداد فيه تألق منطقة الجبل الأخضر. إليك أيضا جبل شمس يقع في ولاية الحمراء، وهو أعلى قمة جبلية في عمان، ويرتفع جبل شمس ما يقارب إلى 3500 متر عن سطح البحر، وهذا الارتفاع ساعد على تغيير المناخ عن باقي المناطق بالسلطنة وأيضا شبه الجزيرة العربية، حيث تصل درجة الحرارة إلى 0 درجة في فصل الشتاء، وما بين 26 إلى 35 درجة في فصل الصيف، ما جعله مصدر جذب للسياح الأجانب من هواة التخييم وبعض العائلات العربية التي تنشد الهدوء والطقس البديع. وهذا كما قال فارس الخاطري المدير التنفيذي لمنتجع جبل شمس، وأضاف أن المنتجع يوفر كل طلبات العائلة العربية من الخصوصية وإقامة حفلات الشوي في الهواء الطلق وتوفير البرامج الترفيهية. لطبيعة الصعود المتعرج للجبل يتيح لك الاطلاع على بعض جوانب المعالم السياحية الأخرى، ومن أهمها قرية غول القديمة، وهي عبارة عن قرية تظهر مبانيها الطينية على حافة الجبل. وأثناء صعودك تشعر بانخفاض درجات الحرارة، حينها ستبدأ بملاحظة كثرة نمو الأشجار البرية التي تتنوع على جانبي الطريق، وكذلك في مجاري الأودية التي تنحدر في الفوالق الصخرية. معنا أيضا جبل إتن وقبر أيوب. يقع جبل إتن في محافظة ظفار على ارتفاع 2000 متر، ومنطقة جبل إتن تعتبر من الأماكن الجميلة للاستجمام وقضاء وقت في ربوع طبيعة محافظة ظفار.
وتضم المنطقة أيضا قبر أيوب وحجار أثرية منقوشا عليها آثار أقدام أيوب. لدينا أيضا عين أرزات من أهم الأماكن السياحية في محافظة ظفار، خاصة في مدينة صلالة، يزداد عدد زوارها خاصة في فصل الخريف، وهي أكثر عيون المياه غزارة، وهي مصدر المياه في مزرعة رزات والمزارع الحكومية القريبة من قصر المعمورة. يوجد أمام العين كهف يستهوي الزوار وتبعد عن مدينة صلالة حوالي 9 كيلومتر تقريبا. لدينا أيضا سمهرم القديمة، تقع مدينة سمهرم التاريخية على بعد 40 كيلومتر شرق مدينة صلالة، وبالإضافة إلى المياه الجوفية تستمد المدينة مياهها من الشلالات المتدفقة. سميت سمهرم استناداً إلى النقود والأواني والنقوش المكتشفة. تبرز سلطنة عمان ضمن أفضل الوجهات السياحية التي تتميز بعناصر جذب طبيعية وسياحية وثقافية فريدة من نوعها، والتي تشمل المناطق الطبيعية كالسواحل والبحار والجبال والصحاري والعيون الساخنة والكهوف والأودية، خاصة خلال الموسم الشتوي الذي يشهد تنظيم العديد من الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية. لا تنسى الاشتراك بقناة ترافلينج سعودي للسياحة مع عبد العزيز.